الشاكرية بالشامي وأرمان بالحلبي. طبعا محضرها بطريقة بين التنتين بحيث ما نزعل لا الشامي ولا الحلبي. يلا نشوف كيف رح تصير طريقة التحضير. أول شي بدنا نجهز اللحمة. عندي أنا هون نص كيلو من لحم خروف، بس عندي القطعة كبيرة، رح أصغرها لقطع أصغر من هيك. لا رح أقطعها هيك بهالحجم. هلا رح ضيف هون عندي معلقة دهنة، هي دهنة مسلية، رح شوح فيها اللحمة وبعدين بدي انزل عليها موية السلق. رح خليها تاخذ لون بسيط بس. رح ضيف على اللحمة وانا عم قليها كم حبة هال. رح ضيف عليها المي السخنة، حسرا المي السخنة مشان ما تجلد عنا اللحمة. هلا بدي شيل الزفرة عن الوش. رح ضيف بصلة مقطعة ورشة قرفة. هلا من بعد ما صار اللحمة عم تغلي تقريبا شي 10 دقايق، هلا بدي اضيف لها الملح. رح ضيف تقريبا معلقة صغيرة. هلا بين ما تستوي اللحمة خلونا نجهز اللبن. عندي انا هون كيلين لبن، تركت شوية لبن بالصدر، رح ضيف عليها معلقة نشا وشوية مي، حركهم مع بعض وضيفهم فوق اللبن. وفيكم تضيفوا بيضة اذا بدكم، يعني يا نشا يا بيضة، مو التنتين مع بعض. ونحرك نحركهم كتير منيح على البارد وبعدين بناخدهم على النار. بنضل عم نحرك اللبن وهو على النار لحتى يغلي. رح ضيف فوق اللبن مكعبين مرقة لحم لتعزيز النكهة. رح حلهم باللبن. بسم الله. طبعا انا ما خليت اللحمة تنسلق سلقة كاملة لاني بدي كمل سواها بقلب اللبن مشان تاخد النكهة. رح خليهم يغلوا مع بعضهم 10 دقايق وبعدين بتكون اكلتنا صارت جاهزة. رح روح انا بهالوقت تحضر الرز. هلا بدي اخذ مية اللحمة واطبخ فيها الرز. على فكرة نحن الأرمان بحلب بنطبخ جنبه فريكة ورز، بس أنا اليوم كونه عم نعمل الأكل بين التنتين رح أطبخ جنبه رز بالشعرية. ليش كمان بين التنتين ما سألتوني؟ الشاكرية بالشام بعرف يحطوا لها بصل، بس نحن الأرمان ما بنحط له بصل، لهيك أنا ما حطيت بصل للشاكرية وما طبخت فريكة جنب الأرمان، فلهيك صارت الأكلة بين التنتين. وباقي المحافظات عليها تذوق وتحكم. أنا بحب ضيف على الرز شوية قرفة، بتعطيه نكهة كتير طيبة، جربوها. وهلا صار وقت السكوب. وبسم الله. يلا خلونا ندوق. اول شي بدي ادوق اللحمة كيف استواءها، بس صراحة دايبة ذوبان. بسم الله. تحفة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وهذا الأرمان على طريقتي أنا، جربوها نصيحة وبس، والله نصيحة، تابعوني ما بتستفادوا.